البنت دي كانت خلاص بتولد، فبتروح لواحد وبتطلب منها انه يوديها على المستشفى، بس بيبص على حبيبته اللي معاه وبيقول لها لا طبعا انا مش هبوظ يومي عشانك. بس البنت بتضطر انها تركب وبتقول له ارجوك انا بولد، بس بيبص عليها وبيصعب عليها جدا، وبيلاقي عربيه اسعاف معديه وبيخلوهم انهم يولدوها. وبعد ما البنت بتولد ابوه بيجيله وبيزعق معاه عشان بوظ العربيه، وبيضربه كمان في وشه وبيقول له بسبب تفاهتك دي وانك ما بتحافظش على حاجه انا لازم اشيل كل الفلوس اللي في حسابك. وعشان ما اعملش كده بيقول له خلاص انا اعمل اللي انت عايزه واتجوز البنت اللي في العربيه دي. ساعتها الاب بيفرح جدا وبيقول له انا هبدا اعزم في الناس. والدكتوره بتسالها فين ابو الطفل، بس بتقول لها انه ما عندوش اب. ساعتها الدكتوره بتقرر انها تودي الطفل على الاسم عشان يشوفوا الموضوع ده، بس الولد بيجي وبيقول انا ابو الطفل. والدكتوره بتسالها ده ابوه، فبتضطر انها تقوله عشان تاخد ابنها. وبتروح بقى معاها على البيت وبيقول لها انا هتجوزك لمده اسبوع وهديك $1,000,000. وطبعا البنت بتوافق، واول ما بيسمع صوت ابوه جاي بيخبيها في الحمام عشان ما يعرفش انها متسوله. واول ما بيجي بيقول له فين العروسه، وبيقول له في الحمام، وبيقول له حضر نفسك بقى عشان الفرح كمان يومين. وبيتصدم وبيقول له انت مستعجل كده ليه. وبعد ما بيمشي البنت بتطلع من الحمام وهي مصدومه وخايفه جدا، وبتقول له هو ده ابوه، وبيقول لها انت تعرفيه منين، وبتفتكر ان ده الشخص اللي ضحك عليها ورماها. شوف بقى الابن هيعمل ايه. انتظروا الجزء الثاني.